هنا باينه. مساء الفل. مين بتعمل زيي بتحب تتعشى شاي بلبن مع حته قرصه حلوه كده من اللي هنعملها دلوقتي؟ يلا بينا. على ما تتجمعوا نشوف الحلويات اللي احنا عاملينها دي. مين القرص الطريه بتفشل معاه وما بتنجحش وبيبقى عنده فيها مشاكل؟ شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. حبه شاي مع قرصه زي دي. شايفين؟ دي مش عجوه، دي قرفه بسكر. دي قرفه بسكر. استنى اما اوريكم بقى ام عجوه. دي اللي بعجوه. شايفين؟ حاجه كده روحي عليها. جمعوا عشان اقول لكم عملنا ايه. انا شايفه اللايف من هنا وبشوف الكومنتات بتاعتكم. كل حد يعمل الشاي بلبن كده ويلا. مساء الهنا والجمال عليكم. اسماء احمد بتقولي من ساعه ما عملتها بنفس مقاديرك والدنيا زي الفل. يا حبيبتي تسلم ايديك يا رب. ما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. بتطلع هاجر بتقولي بتطلع مني ناشفه قوي بعد ما بتبرد. هقولك تعملي ايه عشان تفضل معاكي طريه. اي عبد الرازق الحنه دي تحفه قوي، نفسي اعمل زيها. هحط لكم رقم ام اسماء. شايفين بس منظرها عامل ازاي؟ دي حنه حمراء سوداني. بلاش نعمل زوم عشان الدنيا ما تبوظي. هحط لكم رقم ام اسماء، هي سودانيه وهي اللي عاملاها لي بالشكل ده. فاطمه بتقولي جميله بس يا سلام لو حادقه وبالجبنه السايحه السخنه. يا سيدي والله العظيم انت صاحبه مزاج. احشيها زي ما تحشيها ان شاء الله، تحشيها فسيخ ورنجه، انا ما عنديش اي مشكله. احلى تحيه لاهل ليبيا. بسمله محمد بتقولي عاوزين تحضيرات لرمضان، كل سنه وانت طيبه. لسه بدري، لسه احنا في شهر 1، لسه رمضان ان شاء الله يديني ويديك العمر في شهر 3. هنحضر له باذن الله بس مش الشهر الجاي عشان الفريزر والثلاجات بتاعتنا ما تتزحمش من دلوقتي. استني شويه. مساء العسل على عيونكم، ما نحرمش منكم. بوسي احمد الحنه قمر والله، والله العظيم انت اللي قمر. الحلقه دي ما شفتهاش، عايزه اعملها، بتبقى حلوه في الشتاء بالليل. واحلى مسا على حضرتك حبيبتي. يلا بينا، احنا هنعملها دلوقتي اصلا مع بعض. تعالوا بصوا اصلا احنا عاملين ايه. عاملين قرص ساده وعاملين بسمسم وعاملين بعجوه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. نبدا ان احنا نعملها. هي عجينه واحده وشكلي زي ما انت عايزه. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. تعالوا نحط الصاجات بتاعتنا في الفرن. بصوا دي ساده ودي بسمسم ومحشيه قرفه وسكر. تعالوا نحطهم في الفرن على ما نخلص، يعني على ما اعمل لكم العجينه نشوف مع بعض التسويه بتاعتها تبقى عامله ازاي. بسم الله. نقفل عليها ونتابعها مع بعض. يلا بينا. جاهزين؟ نتكلم في المقادير بقى.
ننضف الرخامه كويس مكان السمسم والحاجه، علشان هنبدا ان احنا نشكل عليها. هوريكم دلوقتي العجينه ومقاديرها واحده واحده مع بعض كده عشان تطلع معانا زي الفل. يلا يلا. في صوتين ليكي مش عارفين نركز. صوتين ايه؟ صدى صوت قصدك؟ حبايبي ما نحرمش منكم يا رب، تسلميلي. الله يصلح حالكم وحالنا جميعا، ما نحرمش منكم، ده نوركم والله العظيم. روجي وريتاج منوره منوره منوره، ودايما كده منوره حياتنا وبيوتنا. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ويحسن ما بين ايديك، اللهم امين يا حبيبتي، تسلميلي. انت خسيتي كده ازاي؟ للمره المليون عملت عمليه تكميم، عشان لسه لحد دلوقتي برضو في ناس بتسالني انت خسيتي كده ازاي. والله يا جماعه عملت عمليه تكميم، وما بتحرجش ان انا اقول، وبقول للعالم كله انا عملت عمليه تكميم، علشان انا جربت حاجات كتير قوي وجربت منتجات كتير قوي كانت بتجيب معايا نتيجه، وبرجع بعد كده تحسوا ان جسمي بياخد منها مناعه، فما ما بتجيبش معايا نتيجه بعدها. فكان افضل حل بالنسبه لي نجيبها من قصرها، ان احنا نعمل عمليه تكميم. فاطمه عبد الله، يا شيف نونه ممكن تقولي لماما كل سنه وانت طيبه، هي قد حضرتك يا حبيبتي، على راسي، اديها العمر والصحه والعافيه يا رب. وبعدين ايه قد حضرتك دي؟ مش فاهمه، احنا على فكره يعني صغننين خالص حتى لو قد حضرتي. رشا ممدوح، مطبخك ده يا نونه؟ انت متاخره قوي يا رشا. هتقوم لفه كده على المطبخ، يعني محندق وصغنن وبحبه. بصوا بصوا التحف اللي انا حطاها من قدام دي، اكيد لا. تسلمولي ما نحرمش منكم يا رب. نوع بوتاجاز بعد اذنك يا شيف، تبارك الله. بصوا هما النوعين فريش، يعني ده فريش بلت ان وعليه سمسم والذهبي ده فريش برضو، فريش جولد بروفيشنال، الاتنين فريش. انا ما عنديش صوت ليه؟ لا علي الصوت عندك يا عز. يلا بينا جاهزين نبدا المقادير. خلي ده هنا كده عشان ايه اشوف معاكم. بصوا بقى، هتعجني يبقى لازم يكون عجان كويس، علشان احنا ما بقاش فينا صحه ان احنا نقعد نعجن ونعمل ونسوي. ربنا يدي الصحه يا رب ويديكم الصحه والعافيه وتقدروا تعجنوا زي ايه ما انتوا بتحبوا. بس لو بنوته لسه جديده في المطبخ او لسه بتتجوز جديد او لسه بتجهز، العجان شيء ضروري جدا 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 ومهم في الجهاز. العجان شيء ضروري ومهم جدا في الجهاز، بيسهل عليكي كتير. خلط بيض، هتعملي معجنات، هتعملي كيك، ايا كان، بيتزا. العرايس الجداد دول بيبقوا ايه تشغلهم موضوع البيتزا، فاهم حاجه العجان يكون موجود عندك. طيب المقادير بتاعتنا ايه؟ انا معايا نص كيلو دقيق. تعالوا كده نشتغل على طول في العجان. بسم الله، يلا بينا. ادي نص كيلو دقيق، معاه معلقه كبيره خميره، رشه بسيطه من الملح، معلقه كبيره من السكر، حاطه معلقه من الزبده، وهخلط ده كله دلوقتي مع بعض. انا حاطه سلاح الكف علشان مجرد ما اخلط المكونات مع بعضها هبدا ان انا احط السلاح بتاع الخطاف. طيب دي كده تمام. انا حاطه نص كوبايه حليب سايل ونص كوبايه لبن رايب. عايزه تحطي الكوبايه على بعضها كلها لبن رايب ماشي، عايزه تحطيها كلها حليب سايب ما عنديش اي مشكله. عايزه ما تحطيش حليب خالص
وتحطي ميه تعجني بيها ما عنديش اي مشكله، المهم ان هي كوبايه. هنخلط دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. ماشي يا بيه. فاحنا حاطين لبن رايب، عايز تعجني كله لبن رايب ماشي، عايز تعجني حليب كله ماشي، عايز تعملي نص ونص ماشي. طب ايه الاضافات اللي احنا ممكن نحطها؟ عايزه تحطي زبادي ما عنديش اي مشكله، عايزه تحطي لبن نيدو اللي هو البودر ده ما عنديش اي مشكله، عايزه تحطيهم كلهم مع بعض وتبداي تعجني بالميه شويه شويه. عشان رايح قلت الفرن حصل ايه. هخلط دلوقتي كله مع بعض. انا حطيت ايه؟ نص كيلو دقيق، حطيت معاه معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره من السكر، رشه من الملح، وحطيت معاهم كمان معلقه زبده، وحاطه هنا معلقه كبيره او معلقتين زيت، بس دول مش هحطهم دلوقتي. تمام. حطيت نص كوبايه لبن سايل او حليب، وحطيت نص كوبايه لبن رايب. عايزه تحطي لبن بس ماشي، عايزه تحطي رايب بس ماشي، عايزه تحطي زبادي وتكملي بميه ماشي، انا ما عنديش اي مشكله، اللي موجود عندك اعمليه. ادام الخمس مكونات الاساسيين بتوع العجينه موجودين في العجينه، يبقى الباقي كله اضافات، ممكن يتحط وممكن ما يتحطش. ايه هم الخمس مكونات؟ دقيق، خميره، سكر، رشه ملح، سوائل اعجن بيها. الاربعه دول موجودين والسوائل موجوده، يبقى انا كده عندي عجينه هتطلع برده معاكي كويسه. طب ايه الاضافات اللي انا عايزاها عشان بقى تطلع معايا طريه؟ لان انا بعمل قرص طريه. انا حطيت لبن رايب، حطيت حليب، عايزه تحطي زبادي ماشي، عايزه تلغي دول وتحطي زبادي وتحطي معلقه لبن بودر وتعجني بميه، انا ما عنديش اي مشكله. طيب انا حطيت دلوقتي، استخدمت العجان بتاعي، عجان رافال زي ما انتم شايفين كده، بقى ايدي اليمين في اي عجينه بعملها. بسم الله ما شاء الله، اتكلمت عنه كتير قبل كده. تعالوا كده نتكلم عن العجان قبل ما نشغل العجان. بصوا كده، السلاح بتاعه الومنيوم، الكفر دوت علشان احط منه العجين واحط منه اي حاجه انا عايزه ازودها، الدقيق ما يطرش مني. بصوا مزود بكاوتش من هنا علشان يبقى ماسك كده وقافش معايا ما يتحركش. دي ضد الكسر. فاكرين لما رميتها لكم في الارض وقفت لكم عليها؟ مفيش حاجه اسمها ان انت تقع منك وتتكسر والولاد معاكي في المطبخ ويربكوكي والحاجه تتكسر منك. مفيش، مع رافال مفيش الكلام ده. حطيتها لكم قبل كده في الارض ووقفت عليها. تخيلوا كل دي، انا وصلت كام كيلو دلوقتي؟ حوالي 73 كيلو. 73 كيلو لما تقف على بلاستيكيه كده وما تتكسرش، تخيلوا انتوا بقى عامل ازاي. التروس بتاعته كلها الومنيوم علشان ما تتكسرش، مش بلاستيك. في ميزه كمان انا قلتها لكم المره اللي فاتت، ان بسم الله الرحمن الرحيم، ان هو لما بتحملي عليه زياده، الحله دي الكبيره لما بتحملي عليه زياده مفيش حاجه اسمها ان هو يبوظ او ان هو يتحرك من مكانه. بصوا شايفين الكاوتش بتاعه. طيب ايه الصمام بتاع الامان بتاعه؟ ان هو لما بيتقل الكميه عليه بيفصل كهرباء لوحده، بيفصل لوحده. مفيش حاجه اسمها ان هو يفضل شغال ويفضل شغال بالعافيه وياخد ويدي معانا، مفيش الكلام ده. الحمل تقيل عليه والدقيق كتير عليه بتلاقيه ان هو بيفصل لوحده. طيب انا جايبه التلاته في واحد، اللي هم ايه؟ الزيت اللي انا دهنه بيه الصاج اتعمل، عشان كده عماله اقول شم ريحه شياط. خليه يتهوى بعد كده اتلسعت. العجان اللي انا جايباه اللي هو 3 في 1، معايا هنا مفرمه ومعايا هنا خلاط. لكن لو انت طبعا عايزاه تجيبيه اللي هو خلاط بقى العجان بس، هتلاقيه، ادخلي عند رافال هتلاقيه موجود، اسعاره حلوه جدا. الحقوا قبل ما الاسعار ما تغلى عشان انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي. طيب ايه اللي بيخليني استخدم كمان عجان رافال؟ ان قطع الغيار بتاعته كلها موجوده عندهم. هم مدينك اصلا ضمان 2 سنين على مشاكل التصنيع، و10 سنين على الحله والتروس والكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها تصدي، مفيش حاجه اسمها تتكسر. تمام. طيب انا دلوقتي حطيت السلاح بتاع الكف عشان اخلط بيه ومحضره الخطاف. هبدا ان انا دلوقتي اخلط المكونات كده. هو عنده 6 سرعات، العجان فيه 6 سرعات. تمام. وهم محددين لك كل سرعه فيهم تعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. هنا كمان محددين لك وقت العجينه تبقى قد ايه وتستخدمي لها سلاح ايه.
شايفين المنظر؟ طيب نبدا ان احنا نشغل كده. بسم الله. اخلط بالراحه الاول على كده. اخلط كل المكونات الاول كده كلها اتخلطت. هروح موقفه وابدا ان انا اشيل السلاح بتاع الخطاف بتاع الكف، وابدا احط الخطاف. بسم الله. بصوا كده، مجرد ما حطيت الخطاف هروح حاطه الزيت وابدا ان انا اخلط ده كله مع بعض. هتبدا تخلط شفتوا انا عملت ايه؟ انا خليت العجينه تتلم بالشكل ده علشان اكون خدت. شايفين بقت عامله زي ايه؟ زي الرمله المبلوله. بصوا مفروله معايا ازاي. انا كده حطيت الزيت وحطيت كل حاجه. طب فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي دي ميه دافيه. انا حطيت حليب وحطيت لبن رايب، وعايزه تحطي زبادي ما عنديش مشكله. حطيت زيت وحطيت زبده، كل دي بتخدم لي العجينه. ابدا اعمل ايه؟ اروح جايبه الميه الدافيه واشغل على الهادي وازود شويه شويه. حبه واستنى واشوف هل انا هحتاج ميه تاني ولا لا. بتبدا ان هي تلم معايا. تعالوا شايفين؟ ما نستعجلش عليها. هنبدا ان هي تلم معانا. بتبدا ان هي تجيب الحاجات اللي من تحت اللي ناشفه. ما نزودش ميه خالص دلوقتي. بصوا كده بدات تلم العجينه من الجوانب. شايفين ما شاء الله بتعمل ايه؟ بتجيب من اليمين والشمال. وبصوا اسيبها بقى شويه كده. افضل سايبه العجانه عليها حوالي 5 دقايق، من 5 دقايق ل7 دقايق. انا هشغل عليه تاني بس عايزه اوريكم حاجه. شايفين؟ مفيش دقيق ناشف في العجين، كلها معجونه. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا عايزه التلزيقه البسيطه دي. شايفين اهي؟ بصوا بس، بصوا يعني هي تلزيقه بسيطه، لكن لما احطها على ايدي هنا واعمل كده ما بتلزقش العجينه، ما بتلزقش. لكن وانا ماسكاها في ايديا كده طريه اهي. انا عايزه الطراوه دي، انا عايزه الطراوه دي. لكن لما احط في ايدي كده ما شاء الله عليها ناعمه. طب هي عايزه ايه كده؟ عايزه ميه او عايزه حاجه؟ لا هي مش عايزه اي حاجه. امال عايزه ايه؟ عايزه تتعجن. خدمه عجن، خدمه عجن. خلي بالكم اللي انا بقوله عشان تطلع معاكي النتيجه ناجحه جدا. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هسيبها تشتغل في العجين، وانا عامله عجينه اهي مخمراها. دي اللي هشتغل بيها على طول. طيب اي عجان ايا كان ايه هو، لما بتيجي تشغليه يقولك ايه؟ لا ما تشغليش عليه كتير لحسن ان هو يبوظ، شغلي 5 دقايق و5 دقايق. انا برضو بقول كده، بس رافال الميزه اللي فيه ان انا ممكن اشغله ل10 دقايق. الله اكبر عليه. تعالوا بقى نشغله ونبدا في العجينه عشان اوريكم ملمس العجينه لما تتخدم هتبقى عامله ازاي. نشغل كده ويلا بينا. نشمر ايدينا
نسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا في البيت بشتغل بايديا وانا اللي هاكل، فهعجن العجينه بايديا عشان انا بحب احس بملمس العجين. انا بحب احس بملمس العجين. ولا البس جوانتي؟ البس جوانتي صح؟ انا بحب بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. تعالى، الله اكبر، اللهم بارك. الله اكبر، اللهم بارك. العجينه امرانه، كيس التلاجة اللي مفتوح هسيبه عشان هستخدمه وابدا اعمل كده. الله اكبر. شايفين؟ ملبن. دي العجينه اللي اقول عليها انها ملبن. الرخامه عندي تمام وزي الفل. العجانه عندي شغاله، الله اكبر، اللهم بارك. تعالوا بصوا شكل العجينه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. شايفين انا سايبه العجان شغال ولا بيتحرك ولا جبته من الاوضه الثانيه، ثابت. بصوا ثابت. في عجان لازم لما تيجي تستخدميه تفضلي عاملاه كده حاطه العجان خايفه لا يجري، تمام. لكن الله اكبر انا شغاله في حاجه ثانيه هو تمام وزي الفل، ولا اتحرك سنتي واحد مطرح ما انا حاطاه. شغاله على العجينه ويلا كده ابدا ان انا اقطع على قد القرصه اللي انا هعملها كده. كيس التلاجة اللي مفتوح موجود عندي عشان هستخدمه، علشان انا مش عايزه العجين بتاعي ينشف، وابدا اعمل كده. طيب انا النهارده عامله ساده وعامله بعجوه وعامله فيها قرفه وسكر. عايزه تحشي لحمه مفرومه احشي، عايزه تحشي فسيخ ورنجه زي ما انا ما قلت لكم. انتوا فاكرين ان انا بهزر؟ لا والله مش بهزر. ممكن تعملي القرص وتحشيها فسيخ ورنجه هتطلع معاكي زي الفل. اعملي لهم فطاير وشم النسيم، يا الله. وقطعي معاها بصل اخضر كده، يا مش قادره اقول لكم. صدقوا ريقي جري الصبح اكل فسيخ ورنجه. نعمل كده. هبدا بعد كده احضر الفطاير بتاعتي وابدا اعمل زي ما اتعودنا مع بعض. العجينه اهي بلم لجوه، بطن ايدي هي اللي على العجينه، بطن ايدي هي اللي على العجينه، وبعمل كده. شايفين؟ عشان تطلع معايا بالشكل ده. ارفع كده واروح حاطه هنا اهو. يلا تاني اجمع لجوه كده. العجانه الله اكبر. ملبن. يا نهار ابيض على الجمال. استنى، يا نهار ابيض على العجينه. بصوا عشان اعرفكم ان هي ملبن. بصوا شايفين؟ شايفين؟ تعالوا نبص على اللي في الفرن، تعالوا نبص على اللي في الفرن. بسم الله. لسه فاضل لها شويه، لسه فاضل لها شويه. بدات تاخد لون فاتح بس هسيبها شويه كمان. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا نيجي بقى للملبن. شايفين الخدمه بتاعت العجان؟ شايفين؟ بصوا شايفين العجينه عامله ازاي؟ الله اكبر، اللهم بارك. هرجع تاني اروح حطاها في العجان واشيل السلاح بتاعي واقفل عليها واسيبها تخمر. انا مش عايزه حاجه تاني بعد كده. طيب نيجي نشتغل في اللي خمرت اصلا معانا. بجمع العجين، بطن ايديا هي اللي على العجينه اهي، وصوابعي مفتوحه ما تبقاش مقفوله خالص. واعمل كده. استنى عشان تبقوا شايفين العجين اهو. انا بطن ايديا هي اللي هنا كده. بصوا العجينه بتروح وتيجي جوه ايدي، بتروح وتيجي جوه ايديا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بعد اللايف ده انا عايزاكم تقوموا تجيبوا الدقيق وتحضروا الحاجه، واديتكم بدايل كتير تشتغلوا بيها. مش شرط ان لو ما عندكيش حاجه توقفي العمايل، ما تتلككيش.
كوبايه الشاي بلبن دي تستاهل ان احنا نتعب عشانها. نبدا نشكل تاني. ادام خلصتي المرحله دي يبقى المخبوزات بتاعتك خلصت. ادام خلصتي ووصلتي لمرحله تشكيل العجين بالشكل ده كده يبقى الموضوع خلص. الحشوه اللي عايزاها، عندك حته عجوه، عندك حته ملبن، عندك حبه قرفه على سكر ونديهم كده بشويه ميه واعجنيهم مع بعض واحشي بيهم. اللي انت عايزاه كله يا ست الكل اعمليه. البيت اللي فيه دقيق ما بيجوعش، البيت اللي فيه دقيق ما بيجوعش. حبه الدقيق عندهم لو عجنتيهم بشويه ميه وحطيتي رشه ملح من غير حتى كمان بيكنج باودر ولا خميره ولا الكلام ده كله، فانت ممكن تعملي عيش ومجبوره. بسم الله. خلص كده. ده نص كيلو دقيق. بصوا تعالوا عمل لنا كام قرصه. الله اكبر، الله واحد ملوش تاني. 3 4 5 6 7. 7 في 2 ب 14. النص كيلو عمل لك 14 قرصه. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النص كيلو يعمل لك 14 قرصه. ممكن بقى تقللي الحجم بتاع الفطيره نفسه او حجم القرصه نفسه. انا طبعا عاملاها كبيره الحجم ده ما شاء الله، فانت ممكن تقللي تكتري زي ما انت عايزه. كده خلصنا المرحله بتاعه تشكيل العجين. نيجي بقى لمرحله الحشو. انا عندي الصاج بتاعي اهو. انا طبعا عشان كنت خابزه فيه فهخبز فيه على طول، مدهون دهنه زيت بسيطه، بس هو موجود اصلا فيه مطرح الخبز. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا محضره للي هي ام قرفه وسكر، محضره ميه عاديه من الحنفيه وطبق فيه سمسم. ليه؟ عشان هقول لكم دلوقتي ليه. هاخد اول واحده انا عجنتها وهعمل كده. الرخامه عندي ولا عليها رشه دقيق ولا اي حاجه. هبدا ان انا اعمل كده اهي على ايديا اهي، واعمل كده. اخد القرفه احط على السكر واقلب ده كله كده مع بعضه بالمنظر ده. وابدا ان انا اجمع الاطراف. ممكن ننزل شويه. جمعت الاطراف بالشكل ده. كورت تاني، بدات ان انا افرد الحجم اللي انا عايزاه، وخلي بالك ان هي لسه هتخمر في الصاج. عملت كده، رحت شايله بالشكل ده كده، منزله هنا في الميه، منزله في السمسم واضغط. شايفين الضغطه دي؟ عشان تطلع كده، عشان تطلع بالشكل ده. اخدها كده الله اكبر عليها واسيبها كده. الميه اللي انا عملتها دي علشان السمسم يمسك فيها، عشان تطلع لي كلها معموله بالسمسم، ما تبقاش حته فيها وحته ما فيهاش. تاني ابدا ان انا افرد كده، اخد من القرفه والسكر بالشكل ده، اروح مجمعه كده، جمعت كله بقى عامل زي البقجه. لميت كل العجين مع بعضه كده، ونفس الحركه اهو عشان تبقى لفه كلها. اتكورت ابدا ان انا افرد الحجم اللي انت عايزاه، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. شايفين الحشوه جوه ظاهره ازاي اهو كده؟ شايفين البني والسكر ده اهو. اخد كده ارفع بالراحه، ما احطش رشه دقيق ولا اي حاجه. انزل في الميه، نزلت في الميه اروح حاطه في السمسم واضغط، هتطلع في ايديا كده اهي، واروح رصه. نبص على اللي في الفرن. بصوا اللي في الفرن فاضل لها حبه صغيرين ونطلعها. انا كل شويه عماله ابص عليها علشان ما تاخدش لون محموش شويه عن اللي انا عايزاه. تاني هتلاحظوا ان انا لما بسحب العجين انا بسحب من اول واحده انا كورتها كده بالترتيب، ما باخدش اخر واحده انا كورتها. طيب تاني
هنبدأ نعمل دي برضو سكر علشان اللي ما شافناش. ادي سكر وقرفة. عايزه تحشي ملبن، تحشي عجوه زي ما احنا ما هنحشي دلوقتي، عايزه تحشي جبنه، اللي انت عايزاه اهو. بصوا جمعت الاطراف كلها، عملت الاطراف كلها كده زي البقجه. اقلب كده واعمل كده. بعد ما عملت كده ابدا ان انا افرد براحتي ببطن ايدي كده اهي. يعني تستخدمي مردانه او اللي هي الفراده، ما عنديش اي مشكله. شايفين؟ ابدا اشيل، انزل في الميه، اطلع من الميه على السمسم كده. الله اكبر، اللهم بارك. بالشكل ده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب عجوه. يلا بينا. نفس النظام اهي. عايزه اقول لكم ان هي لما بترتاح تحسوا ان هي بتخمر تاني. نفس النظام اهي. نعمل كده ونجيب العجوه. شايفين؟ طريه، مطرياها بسمنه وشويه قرفه وشويه حبهان بودر. بعمل كده وبطط كده. شايفين؟ واحط هنا كده عشان انا عايزاها العجوه تبقى ماشيه في العجينه كلها. واروح عامله كده، بلم الاطراف كلها عليها. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ارجع اعمل كده واعمل كده. كده انا ضامنه ان العجوه ماشيه في القرصه كلها. بالشكل ده. اجيب سكينه حاميه واعمل كده. ما بدهنش اي حاجه على الوش. اشيل اهي. شايفين المنظر؟ العجوه ماشيه فيها كلها، مش حته بس في النص اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا تاني. ادي حته عجينه من اللي احنا مقطعينها. اعمل كده واجيب التجميعه هي اللي قدامي وابدا افرد كده. حته عجوه امسكها كده مطرياها وطعميها زي ما انت عايزه. اكور وابدا ابطط اهي. احط في النص، جمعي الاطراف كلها على حرف العجوه اللي انت عملتيها. جمعنا بالشكل ده. بصي قفلت، ادام قفلت كده ومفيش اي حته عجوه ظاهره اروح قلبه وابدا اعمل كده ببطن ايدك كده، يا اما لو بتستخدمي فراده ماشي. بصي العجوه فردت معانا كل المسافه. اجي هنا كده اروح عامله كده شقتين بس كده بالسكين. الله اكبر اللهم بارك. شايفه؟ تقيله محمله، العجوه كلها ماشيه فيها، مش زي اللي بنجيبها من بره وتحس ان هي فاضيه. شفتوا الشكل عامل ازاي؟ طيب يبقى احنا كده حشينا قرفه وحشينا عجوه. طيب نيجي للساده. انا مش عايزه اي حاجه تعمليها فيه. التجميعه اللي احنا عملناها اهي ولفيناها مع بعض، هبدا ان انا اعمل كده ببطن ايدي برضو، واروح شايله اهي. احط هنا كده وعندي الشوكه واروح عامله كده. ادي الساده. متهيالي اسهل من كده مفيش. تعالوا نبص على اللي في الفرن. تعالوا نبص على اللي في الفرن. بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ لا فاضل لها شويه، يعني سنه بسيطه كمان عشان حاسه لونها كده فاتح. ممكن الفها، نلف الصاج. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل؟ نسيبها كمان يعني
5 دقايق مش اكتر، يا دوب بس اللون بتاعها يغمق شويه وتمام وزي الفل. عندنا التانية اهي. المعجنات مفيش اسهل منها، بس خلي عندك الجرأة ان انت تخشي تشتغلي. العجينه، تعالوا اوريكم العجينه. العجان ده مهم جدا في جهاز كل عروسه. شايفين المنظر؟ بصوا المنظر عامل ازاي. العجينه بدات ان هي تخمر معايا ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين حاجه كده تحفه. خلصت وصفتنا. والله ما فيش اسهل من المعجنات. لو حطيتي الموضوع في دماغك هتلاقيه اسهل ما يكون. اهم حاجه عجان نضيف، ماتيريال نضيف، خدي عجينه ما شاء الله عليها. ادام انا اقدر اعمل الحاجات دي يبقى انت تقدري تعمليها زيي واحلى كمان. شايفه المنظر؟ دقيق كويس. انا عايزه اقول لكم على حاجه. الناس اللي كانت بتسالني ما كنتش بقدر برضو اقول لهم في الهوا. متهيألي دي صفحتي واقول فيها اقول فيها اللي انا عايزاه. الدقيق اللي انا بستخدمه، انا استخدمت الضحى. مفيش كيس مفتوح، مفيش دقيق كيس فيه شويه في الضرفه اهو. بستخدمه على طول في المخبوزات، في اي حاجه ايا كان اللي انا بعمله ما بستخدمش غيره. الزبده المكعب اللي انتوا لسه شايفينه قلت لكم معلقه زبده، بستخدم فرن. الحليب طبعا ايا كان الحليب اللي بتستخدميه، مستخدمه زيت ذره ايا كان برضو نوع انت بتحبيه. الخميره انا جايبه الخميره اللي هي التركي. جايبه دي الخميره اللي انا بستخدمها على طول في الحاجه عندي. فعايزه حاجه ما تبص منك او حاجه تطلع معاكي مظبوطه، استخدمي مكونات او ماتيريال يكون حلو او الجوده بتاعته تكون كويسه. تمام. عجان يكون كويس، الماتيريال بتاعه كويس، قطع غياره كويسه، بيديني اوبشن كتير جدا. مش شرط تجيبيه زي ما انا ما جايباه 3 في 1، لا ممكن تجيبي عجان بس، مش شرط تستخدمي المفرمه، مش شرط تستخدمي الخلاط اللي انت عايزاه. ما شاء الله لو انت بتحبي المعجنات وبتخبزي كتير وبتحبي كميات، هاتي اللي هو 10 لتر. ما شاء الله الله اكبر عليه، بيستحمل. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. الضمان بتاعه حلو جدا، الحاجات بتاعته ضد الكسر خالص، الحله والاسلحه بتاعته ضد الصدى، التروس بتاعته الومنيوم مش بلاستيك، يعني بيستحمل الشغل والهلكه. يعني عجان 100% مضمون. عايزه تجيبيه جيبيه، مش عايزه تجيبيه انت حر. اهو عقلي في راسي اعرف خالص، كل واحده فينا عارفه مصلحتها فين. والله انا قلت لك عليه ونصحتك بيه، عايزه تجيبيه انت حره، ما ضربتش حد على ايده يشتري. انت ادرى بكل حاجه. الناس اللي قابلتني في مول مصر وسالتني على العجان اديني استخدمته تاني اهو. عشان في واحده حبيبتنا سالتني في مول مصر لما كنت في الايفنت بتاع ريجينكس، فبتقول لي ايه رايك في عجان رافال؟ اجيبه على ضمانتك، اصل انا بستهلك كتير. قلت لها هاتيه وانت مغمضه. ليه؟ علشان زي ما انتم شايفين كده، انا من ساعه ما جبته ما بستخدمش اصلا غيره، مع اني عندي واحد تاني تمام، بس ده بصراحه من ساعه ما جبته الله اكبر عليه، عجينه تحفه. تعالوا بقى نطلع اللي في الفرن. بسم الله الله اكبر. بصوا بقى، اول ما نطلع المفروض ان احنا طلعناها من الفرن، المفروض على طول بعمل كده. لو انا ما عنديش بخاخه، المفروض ان هي اول ما تطلع اروح بخاها، اول ما تطلع ابخها. ما عنديش بخاخه اعمل ايه؟ فاول ما تطلع اروح حاطه مفرش عليها ومغطيها. ايوه دي شايفين كده، اول ما تطلع هوب 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 كده تفضل معايا طريه. حبيبتي اللي كلمتني وقالت لي وبعت لنا في الكومنتات دلوقتي اول ما بدانا اللايف، قالت لي يا نونا لما بعمل القرص طريه بتنشف مني. بخيها اول ما تطلع من الفرن بميه عاديه من الحنفيه، بخاخه كده. طب ما عنديش بخاخه زي ما انا ما عنديش دلوقتي، انا اللي عملته ده كله طلعته رحت مغطيه. التغطيه بتاعتها دي تخليها تفضل طريه. المعجنات مفيش اسهل منها، بس انتوا اللي بتصعبوها على نفسكم.
لما اكون مثلا من نص كيلو دقيق اعمل 14 فطيره او حتى 10 فطاير وانا اللي عاملاهم بايديا واوفر وانضف من بره بكتير، يبقى انا الكسبانه. لما اشتري عجان مرميش فلوسي في الارض فيه ويطلع مضمون، يبقى انا الكسبانه. لما اشتري دقيق كويس او زبده كويسه واعمل بيها المنتجات بتاعتي وما تترميش في الزباله، يبقى انا الكسبانه. ما تسترخصوش في نفسكم. الموضوع مش موضوع ان انا اجيب حاجه رخيصه، الموضوع ان انا اجيب حاجه تقعد معايا وتديني نتيجه مضمونه. ربنا يرضيكم ويرضيكم دايما يا رب.